تخيل نفسك بتصلي في مسجد عريق عمره قرون، وفي نص المكان المفتوح اللي الناس بتصلي فيه موجود بير. عادي صح؟ بس اللي مش عادي ان البير ده بيقولوا عليه مبنى مفتوح لعالم الجن. النهارده مش هحكي لك عن بيت مسكون او فيلا مهجوره، هاخدك لمكان اغرب بكتير، مكان المفروض ان هو بيديك راحه وهدوء بس بيخبي سر اكبر واقدم من المسجد نفسه. انا رحت مصر القديمه، دخلت مسجد الظاهر بيبرس ووقفت قدام البير اللي الاساطير بتقول عليه انه بوابه العالم السفلي. بس قبل ما اخدك وننزل في اعماق البير ده، لو عندك الجراءه تعرف مين اللي بيحرس البير ده، اعمل لايك وسبسكرايب دلوقتي، عشان اللي هتسمعه الليله دي هيخليك تفكر 1000 مره قبل ما تبص جوه البير ده. الاماكن التاريخيه دي من زمان وانا بحب اقرا عنها، لاني شخص بيحب التاريخ ومتخرج من كليه لها علاقه بالتاريخ برضه. بحس دايما ان المناطق القديمه والاثريه دي لو نطقت هتحكي حكايات ارعب من اي فيلم رعب. بس مسجد الظاهر بيبرس هو واحد من الاماكن اللي كانت دايما بتشغل تفكيري. مسجد ضخم بحجم قلعه حرفيا، بناه واحد من اقوى واشرس سلاطين المماليك الظاهر بيبرس، بس تاريخه مليان دم ومؤامرات غريبه. وصلت المسجد وقت العصر، الشمس كان لونها قلب وبقى برتقاني، من بره المسجد شكله يرعب بجد ومخيف جدا، ومن جوه هادي بشكل غريب، كانك دخلت جزيره مهجوره بعيد عن زحمه القاهره اللي بره. دخلت البوابه الرئيسيه، لقيت نفسي في حته واسعه قوي، بيسموها الصح، واسع لدرجه تخلي جسمك يقشعر، تحس انك نمله في وسط كل التاريخ اللي ظاهر حواليك ده. في نص الصح ده لقيته، ايوه كان هو البير، مش فتحة عادية في الأرض، ده مبنى حجري قديم معمول حلو جدا، فتحته واسعة ومظلمة، تبص جواه تشوف اسود 100%. مجرد وقفتي جنبه حسستني بقبضة في قلبي، تحس وانت واقف جنبه انك بتاخد نفسك بصعوبة جدا. وانا واقف وسرحان، قرب مني راجل عجوز لابس جلابية بيضة، تقريبا كان واحد من خدام المسجد، ابتسم بهدوء وسألني انت بتدور على حاجة؟ قلت له عايز اعرف حكاية البير ده ايه. قال لي بصوت واطي ده بير السلطان، سره مع اللي خلقه، لكن عشان اشبع فضولك اللي جواه مش ميه بس. قعدت معاه على دكه جنب حيطه وبدا يحكي لي الاساطير اللي اتربى عليها هو وجدوده، وقال لي شوف يا ابني المسجد ده اتبنى على اسرار، البير ده اقدم من المسجد نفسه. الاساطير بتقول ان السلطان بيبرس ما كانش بيستخدمه للميه، كان بيستخدمه علشان يخبي اسراره. ناس تقول كتب سحر اسود جايبها معاه الحروب بتاعته يعني، لكن الحكايه الاكيده ان البير ده مرصود ومحروس. سالته محروس بايه؟ بص لي بصه وعينه في عيني، قال لي من الجن يا ابني، من الجن. الحاج رضوان خادم المسجد حكى لي من مئات السنين ان الناس كانت بتحاول انها تكتشف سر البير ده، وكل مره انها ما اعتقدش انك هتحب تعرفها ابدا. زمان في عصر المماليك، واحد من الامراء شك ان بيبرس شايل كنز في البير ده، امر عساكره ان هم ينزلوا عشان يشوفوا البير ده ويتفحصوه من جوه. ربطوا عسكري من العساكر بحبل ونزلوه جوه البير، وكان في شعله نار في ايده علشان تنور له وهو نازل. بعد كام متر الحبل فجاه اتهز وسمعوا صريخ عنيف جدا، شدوا الحبل بسرعه طلع مقطوع، كأن حاجة بسنان منشار قطعته، والعسكري اختفى كأن البير بلعه. جربوا واحد تاني تالت، كلهم بنفس النهاية، الحبل بيرجع مقطوع والجثة ما بتطلعش. من يومها محدش فكر ان هو ينزل البير ده تاني. القصة دي لوحدها تخلي اي حد يفكر 1000 مرة قبل ما حتى يبص جوه، مش ينزل. بس اللي هزني بجد حكاية الشيخ عبد الحليم. الحاج رضوان قال لي ان الشيخ عبد الحليم كان راجل صالح، بيجي المسجد بالليل بيصلي ويقرا القرآن لوحده، بيحب يقعد جنب البير، بيقول ان هو بيساعده على الخشوع، وطبيعي يساعده على الخشوع طبعا. ده وانا بحكي لك دلوقتي جسمي بيقشعر. لحد الليلة دي حارس المسجد كان في يومها بيقفل الابواب، وسمع صوت الشيخ بيقرا سورة البقرة بصوت جميل. فجأة الصوت سكت وقطع وتحول لصوت شهقة ورعب مكتومة. الحارس جري على الصحن، لقى الشيخ واقع جنب البير مغمى عليه. لما فاق كان وشه اصفر وجسمه بيتنفض، وكانوا بيسألوه شفت ايه يا مولانا؟ ما اتكلمش، كان بيبص للبير بالرعب ويشاور. بعد ما هدي شوية وقال شفت عيون حمرا بتبصلي، وسمعت صوت ولا كأنه صوت انس او جن، المكان ده محروس، اوعوا تخلوا حد يبص فيه. من يومها الشيخ عبد الحليم ما جاش المسجد ده تاني. القصة دي خلتني ابص للبير بشكل مختلف، ما بقتش شايفه مجرد مبنى حجري وخلاص، كائن حي بيتنفس بيحرس اسراره. الحاج رضوان قال لي ان الاصوات ما بتظهرش جوه كل يوم، بتظهر في ليالي معينه، وخصوصا الليالي اللي ما بقاش فيها القمر ظاهر. قال لي في ليالي كتير بنسمع صوت طبله وحصنه جايه من جوه البير، كأن حد بيجهز لحرب. في ناس حلفت ان هي شايفه خيالات سوداء بتطلع من البير بالليل، بتلف في الصحن وترجع تختفي قبل صلاه الفجر. بعد ما سبت الحاج رضوان عقلي كان هينفجر من كتر الاسئله اللي موجوده جوايا. هل كل ده حقيقي؟ هل ممكن ان مكان مقدس زي المسجد يبقى هو مدخل لعالم الجن؟ بدات ادور على تفسير منطقي،
كلمت واحد صاحبي كان شغال مهندس صوت، كان تفسيره منطقي واقنعني بصراحه. قال لي ان الابار العميقه ساعات بتشتغل ان هي اوض صدى صوت، اي صوت حتى لو صوته خفيف من جوه البير ده هيظهر تقيل وصعب جدا، ويغير الصوت ده ويبقى همس او انين صوته عالي. وكنت اعرف برضه دكتور باحث في التاريخ قال لي ان قصه الكنوز دي ممكن تبقى صحيحه. الظاهر بيبرز كان معروف بخبثه، ممكن يبقى هو اللي طلع اشعه الجن عشان ما حدش يقرب من كنوزه اللي جوه البير. والتفسير الاقرب للعقل والمنطق ان البير مهجور من قرون، ممكن يبقى مسكن لحيوانات ليليه زي الخفافيش او البوم. والعيون الحمراء هو ممكن يبقى انعكاس نور على عيون حيوان بالليل. كل ده ما يفسرش الحبل اللي اتقطع، ولا العساكر اللي ما بقتش موجوده، ولا الرعب اللي شافه الشيخ. وقلت لازم اقطع الشك باليقين. استاذنت اداره المسجد اقعد بعد العشاء اصور. فضلت قاعد لوحدي في الصحن، الدنيا كانت ضلمه كحل. لحد دلوقتي لسه فاكر الاحساس ده. الساعه عدت 11 12 مفيش حاجه. بدات احس بالملل وقلت لنفسي يمكن دي اوهام، وقلت اقرب من البير اخر مره عشان امشي علشان اصوره. طلعت موبايلي وشغلت الكشاف ولسه بحطه قدام البير، فجاه لقيت ضلمه سودا قدامي. ده العادي يعني. وانا بركز في الشاشه سمعت صوت كحه راجل عجوز جاي من جوه البير. قلبي وقف، سحبت الموبايل وجريت. وانا بلف لمحت بطرف عيني خيال اسود طويل واقف عند المسجد بيبص عليا. مش عارف كان حقيقه ولا كان بيتهيألي. كل اللي اعرفه ان انا جريت وما بصيتش ورايا. البير ده يا جماعه مش بس اثر تاريخي خالص، ده رمز ومعنى حقيقي للتخويف بجد، رمز للفضول اللي ممكن يودي صاحبه في داهيه، سواء اللي كان جوه البير كان بيحرس اسراره او صدى صوت وخيالات. النتيجه واحده، في اماكن احسن المفروض انها تفضل مقفوله على اسرارها. السؤال اللي بسيبه ليكم، لو لقيت نفسك لوحدك موجود في نص الليل في مكان في بير زي ده، هل هترد ولا هتجري وتقول ان في ابواب معينه ما ينفعش تتفتح وطريق السلام انت؟